بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا هنا بنجرب حاجة جديدة ان شاء الله تكون حلوة. والنهاردة هنتكلم براحتنا شوية عن كل مرة عن الفيديو. وعندنا كام محور كده عايزين نتكلم عليه. اول حاجة طبعا ما ينفعش ان انا اتكلم في اي حاجة الفترة دي غير العشر من ذي الحجة، يعني 10 ايام في غاية الجمال. وطبعا انا مش لا شيخ ولا داعية ولا اي حاجة من الكلام ده خالص، ولا انا هقوله عمره ما ابدا ما هيغني عن اي حاجة من اللي الشيخ قالها. بالعكس، مجرد ان انا بتبع قول فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فالايام دي باختصار نقدر نعتبرها انها موسم. يعني ايه موسم؟ يعني انا مثلا على مدار السنه انا مثلا عبادتي مثلا بتبقى خفيفه شويه، بصلي مثلا الفروض بتاعتي بالعافيه مثلا وشويه سنن، بقرا ورد القران بتاعي مع شويه ذكر وتعشت يعني، والدنيا تبقى ماشيه كده. ويوم ما ابقى اتشقلب كده عاوز ان انا اقول ان انا خلاص بقيت نينجا، اسمع دوره مثلا ولا حاجه، لكن بقيه الوقت الدنيا بتبقى واخداني. فربنا عز وجل بيبعت لنا كده نفحات او هدايا، بقى خلينا نقول انها هدايا او مواسم. المواسم دي لو انا عملت العمل الصالح ده باخد فيه اجر اكتر من اي وقت تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان افضل وقت الواحد ينفع يعمل صالح والايام دي، الثواب فيها كبير جدا وربنا بيحب ده. فلا ولا والاستثناء الوحيد ان واحد مننا يخرج ماله ونفسه. يعني ايه ماله ونفسه؟ يعني انا اصلا كل ثروتي اللي طلع عيني طول حياتي ان انا اكونها هاخدها كده واخرج اروح اجاهد بسبيل الله، وما ارجعش لا بالفلوس بتاعتي ولا ارجع بنفسي. انا كده ضحيت، يعني ممكن اكون مضحي بنفسي، مش بنفسك بس، نفسك ومالك. فالموضوع صعب جدا. فلما نيجي نشوف كده هنعرف ان الايام دي من اهم ايام ممكن تعدي علينا. طيب دورنا ان احنا دورنا ان احنا بقى نحيي الايام دي. تاجر الذكي لما بيجي عليه الموسم بيبدا ان هو بقى يفرش كل البضاعه بقى، ويبدا ان هو مثلا يجيب بضاعه جديده، ويبدا ان هو يمشي الدنيا، عشان ده موسم زي موسم العيد كده. بننزل على محلات الهدوم بنلاقي الدنيا بسم الله ما شاء الله، والتجار بقى عماله تمشي تمشي تمشي، لان المكسب بتاع الموسم ده بيبنى عليه بقيه السنه. فنفس الكلام، احنا نفس الكلام، ال 10 ايام دول الحسنات بتاعتهم او الاجر بتاعهم احنا هنبني عليه بقيه السنه، لان بقيه السنه احنا زي ما انتم عارفين احنا يا دوب رايحين جايين. انا ممكن اعمل ايه في الايام دي برضو عشان نبقى عارفين؟ ممكن نعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، زي مثلا لو واحد فينا مثلا بيعمل الذنب فيحاول يتوب. يعني انا كنت فاكر ان سمعتها تقريبا للدكتور امير منير بيقول ان الايام دي الاجر فيها مضاعف لما تعمل حسنات وكده، وبرضه بيبقى الذنب فيها مضاعف، اللي هو نفس الفكره، اللي هو انا بضاعف لك الاجر، لكن لما تعمل الذنب برضه ده حاجه صعبه. نفس الفكره. فلو انا بعمل اي ذنب ايا كان احاول ان انا ابطله، مش مجرد الايام ده بس، ابطله بشكل عام. نفس الكلام، الصلاه لازم اكون محافظ عليها لوقتها، وده المفروض اصلا الثوابت بتاعتنا دي، الثوابت اللي احنا عايشين عليها. الصلاه في وقتها، قيام الليل، قيام الليل من افضل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. يعني سبحان الله، تخيل ان انت في موسم وبتصلي قيام ليل في الوقت اللي ربنا بيتنزل فيه للسماء، بيتنزل فيه للدنيا. يعني انتوا متخيلين يا جدعان؟ فاحنا بنتكلم هنا في قيام الليل، عباده عظيمه قوي. وبعد كده الذكر طبعا من اكتر الحاجات اللي الناس هتحصر عليها يوم القيامه هو الذكر. طب ليه الذكر خصوصا؟ لان ده اسهل حاجه انا ممكن اعملها. انا وانا قاعد كده ممكن كده في 10 دقائق اصلي على النبي مثلا 100 مره، ممكن اقول مثلا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مره، فالذنب اتغفر كله. اسهل حاجه ممكن تعملها هو الذكر. فده من الحاجات برضو اللي احنا ممكن نعملها. والاجر خد بالك، الاجر هنا بيبقى اكتر، فده يخليك ان انت تشتغل اكتر. وبرضو من الحاجات اللي ممكن نعملها نطلع صدقات. هتقول طب انا معيش فلوس، طلع اي حاجه، طلع اي حاجه. الفكره مش بقيمه الحاجه اللي بتطلعها، الفكره بمقدار الحاجه اللي معاك وانت طلعت منها قد ايه. وصناعه المعروف، انك تساعد اي حد تقدر انك تساعده، فدي من الحاجات الجميله قوي انك انت ممكن تعملها في الايام دي. وقراءه القران والتدبر فيه. وبمناسبه ان احنا اتكلمنا على القران، فانت ممكن في الايام دي تختم القران، ده طبيعي. والافضل من كده ان انت تتدبر القران. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش بتقرا القران كده طلاسم وخلاص، لان اغلبنا اصلا على مدار حياته قرا القران الاف المرات، لكن مين فينا القران غيره؟ الصحابه لما نزل عليهم القران وهم في مكه، ونزل ما نزلش عليهم القران كله، ده نزل عليهم اجزاء من القران، حاجات صغيره ممكن كمان. الصحابه دول حرفيا اتحولوا من حل لحال. سيدنا بلال كان بيستحمل العذاب. طب ايه اللي سيدنا بلال شافه في القران عشان يستحمل العذاب؟ عشان يستحمل مثلا يتحط عليه صخره في عز الحر وتعذيب؟ ايه اللي يخليه يستحمل ده؟ شاف ايه في القران؟ اكيد ما احنا بنقرا القران وبنقرا اكتر من اللي نزل عليه ساعتها. فهنا القران معاملتنا معاه لازم تتغير شويه. فهنا برضه لازم ان احنا نبدا نتدبر القران. ومن الحاجات الجميله اللي انا ممكن ارشحها لك وهي مجالس القران للدكتور فريد الانصاري. هي جميله جميله جدا وانا بحبها، هتنفعك ان شاء الله. وبالمناسبه ان احنا برضه بنتكلم على التدبر وكده، فخلينا كده نقول حته حلوه كده. دلوقتي احنا كل ما بنيجي نقرا القران بنبدا دايما من عند سوره البقره، صح؟ كلنا بنعدي على سوره البقره. كم مره عدينا عليها؟ الاف المرات. كم مره فكرنا ليه السوره دي اتسمت بالاسم ده؟
مع ان سوره البقره كبيره جدا، كبيره جدا حرفيا، وايات البقره فيها صغيره. لو قارنتها بطول السوره تقول انها حاجه صغيره جدا. ليه بقى السوره بقت بالاسم ده؟ لو انت قرات التفسير هتعرف ان في حاجات كتير جدا. فخلينا احرق عليك متعه التدوير وكده، وانك ندور على السؤال، واقول لك ان سوره البقره اصبحت رمز للعصيان. طب ليه؟ لان بني اسرائيل لما راحوا لسيدنا موسى وقالوا ان عايزين نعرف مين اللي قتل الشخص الفلاني والكلام ده، فقال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقره. خلاص الموضوع سهل، هاتوا اي بقره واذبحوها. لكن بني اسرائيل بيتلكعوا مع الحكم، ربنا بيقول لهم ده حرام فبيتلكعوا. احنا نفس الكلام، في مننا برضو بيقلد بني اسرائيل. يبقى مثلا اغاني حرام، انا عرفت ان الاغاني حرام، ايه اللي بيحصل؟ بدل ما اقول سمعنا واطعنا زي المؤمنين العاديين، لا انا بقول لا، سمعنا وعصينا زي بني اسرائيل بالظبط. بعرف ان الاغاني حرام بروح اعملها. انا ما بتكلمش عن الناس اللي بتجاهد نفسها انها تترك الذنب، ولكن انا بتكلم على الناس اللي عارفه ان ده حرام وبتعمله وهي قصد عادي. فده مننا كتير. فبني اسرائيل فضلوا يتلكعوا، فضلوا يتلكعوا حرفيا. كل شويه يروح لسيدنا موسى، طب قول لنا لونها ايه، قول لنا شكلها ايه، ادينا اوصاف ليها. مع ان في الاول خالص لو كانوا جابوا اقل بقره عندهم وذبحوها كان خلاص الدنيا بقت زي الفل. لكن هم فضلوا يتشردوا، فربنا عاقبهم وخلاهم بدل ما كانوا يذبحوا اي بقره ذبحوا بقره ثمنها ذهب. فاصبحت البقره رمز للعصيان، رمز للتلكع في الطاعه، رمز لبني اسرائيل اللي هم بيقولوا دايما ايه، سمعنا وعصينا. على عكس احنا تماما، يعني المفروض ان احنا مختلفين تماما. احنا بننفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم واوامر الله عز وجل. وهنا كنت حابب اتكلم على حاجه وممكن يكون هي دي الخاتمه بتاعتنا، الا وهي الطاعه. كتير مننا بيبقى بيجي يعمل طاعه معينه، طب ليه الطاعه دي بالشكل ده، لان ليه اعمل كده؟ لكن للاسف الشخص اللي بيبقى يعمل كده حرفيا الشخص ده بيبقى عايش في تعب كتير. لان المفروض ان احنا علاقتنا بربنا علاقه طاعه، علاقه هاديه، علاقه بين عبد وربه، علاقه ان انا عارف ان انا عبد، والعبد ما بيقولش لا لسيده، العبد بيعمل اللي سيده بيقول عليه بالظبط، فسيده ينبسط منه فيكافئه. فانا اعمل اللي ربنا قال عليه، فربنا عز وجل ينبسط مني فيكافئني ويدخلني الجنه. هي دي العلاقه. مفيش بقى علاقه ان انا طب يا رب انت ليه بتعمل كده، طب يا رب انت ليه بتبتليني كده. لا، انا عبد، انا مجرد عبد، انا مجرد حاجه في الكون ليس لها اي قيمه حرفيا. فانا مجرد حاجه صغيره في الكون، يعني انا حاجه صغيره. وكون انك انت مؤمن او ممكن ان انت عبد، دي حرفيا بتريح كتير قوي، بتريح كتير قوي من كل حاجه، بتريح كتير جدا لما تسمع اوامر ربنا. لا انا عبد، هو انا هقول ايه، انا هقول ايه، انا عبد. طالما ربنا عز وجل قال كده خلاص انا هعمل كده. فدي علاقه مختلفه تماما عن علاقه بني اسرائيل. بني اسرائيل ربنا بيعاقبهم بسبب ذنوبهم، عاقبهم بسبب اللي بيعملوه. لكن المؤمنين اللي دايما علاقتهم بربنا علاقة حب، علاقة ذل وانكسار، علاقة يعني زي ما قلت ايه، علاقة عبد ورب. بس دي بتبقى حرفيا علاقة مريحة قوي، علاقة والله العظيم اللي هتلاقيه في قلبك لما تبقى انت خلاص انا ممكن ان انا عبد، وربنا عز وجل قال لي مثلا ما تسمعش اغاني، فانا خلاص حتى لو في اختلاف بسيط جدا انا مش هسمعها. انا بدور على اي حاجه ربنا عز وجل يحبها واعملها، اللي هو قال لي عليه اعمله عشان بس هو يحبني. انا مش عايز اكتر من كده، انا ولا حاجه، انا ولا حاجه والله. الايام دي ربنا ذكرها في القرآن وقال، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. وربنا عز وجل لما يذكر حاجه في القران فدي من عظمه الحاجه دي. فالايام دي محتاجه مننا شويه جهد، شويه اجتهاد، شويه عايزين نبقى احنا اللي واخدين الجزء بتاع سمعنا واطعنا، ما نبقاش ان احنا الجزء الثاني اللي هو سمعنا وعصينا، او حتى سمعنا وبنتلكع او بنماطل مثلا مع الحكم، او بنراوغ او بندور مثلا على حجه معينه مثلا، طب مش عارف ايه. لا، احنا عايزين دايما حياتنا تكون سمعنا واطعنا، وعايزين دايما نكون من الناس الذكيه الشاطره اللي بتستغل المواسم. التاجر الشاطر هو اللي بيستغل المواسم. فعايزين احنا نستغل الموسم ده. لحد هنا انا وصلت لاخر حاجه كان ممكن اقولها النهارده. هي تجربه في البدايه مش عارف حلوه ولا وحشه، هنعرف في الاخر. اتمنى منكم نستغل الايام دي صيام، قيام، ذكر قران، وما نضيعش الايام دي من ايدينا. اتفقنا؟ بكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.